كوكو البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ويليكم هذا الفيديو بصحتكم. انا صافا الحمد لله. كيما راكم تشوفوا حنشارك معكم هذه الوصفه تاع تحليه بذوق الليمون. لعشاق الليمون راح تعجبكم بزاف. قبل ما نبداو نرحب بكامل المشتركات جدد، نقول لهم مرحبا بكم، ان شاء الله يعجبكم محتوى القناه. واللي مش مشتركات نقول لكم ديروا لي ابوني وخليوا لي تعليقاتكم هكا باهي يلحقكم كل جديد. واش نحتاجو في الوصفه؟ اول حاجه عندي هذو لي بودواغ، عندي مغرف كبيرة تاع زبدة، عندي كاس غبرة شونتي، كاس عصير ليمون، ربع كاس سكر، عندي 2 علب هذو تاع ممزوج بذوق الليمون، 3 بيضات. نبداو الوصفة. أول حاجة راح نديرو لاكريم تاعنا اللي فيها كاس تاع غبرة شونتي مع ربع كاس حليب يكون بارد، وحتضيفوا عليها هذوك العلب تاع الياغورت. لهنا ما تكثروش الحليب بزاف لانه الياغورت راهي كيما الحليب، يعني باه ما تجيكمش لاكريم خفيفه. وانا لهنا هذه غبرة شونتي النوعيه هذه ماهيش مليحه وما بغاتش تطلع، ما ندير كميه كبيره ما بغاتش تطلع لي. المهم نتوما ديروا النوعيه تكون مليحه. درت 2 علب كيما قلت لكم هكا تاع ياغورت ممزوج بذوق الليمون، وراح نطلعهم بالباطور حتى تحصلوا على كريم تكون مليحه، يعني تطلع معاكم. البنات ما تنسوش تدعموني بهذاك ابوني اللي ما مش مشتركات، وتخليوا لي تعليقاتكم وتخليوا لي جام هكا ان شاء الله باه نتحفز نزيد لكم فيديوهات لرمضان باذن الله. لهنا بعد ما كملت طلعت لاكريم تاعي كيما راكم تشوفوا. لهنا قلت لكم هذا الغبرة شونتي ماهيش مليحه طول هذه النوعيه، لانه انا نشريت على الميزان، مرة نشريها تكون مليحه، هذه المره ما بغاش تطلع. لهنا جبت في الأسياد جبت درت شوية حليب وهذوك ليفيرين اللي راح ندير فيهم التحلية تاعي. تحبوا نتوما ديروها كاف ليفيرين وحدهم ولا ديروها في مول كبير كيما تحبوا. راح نديرهم لهنا في الحليب هذوك لي بودوار، ما نخليهمش بزاف غير شوية برك، نشربهم بالحليب ونحطهم كطبقة أولى، يعني كلش راه واضح في الفيديو بهذه الطريقة. ومن بعد راح ندير الطبقة الثانية اللي هي لاكريم. والفيديو واضح ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. اللي يحبوا القارص راح تعجبكم بزاف. انا هذه التحليه انا من عشاق يعني التحليات تاع القارص وتعجبني بالبزاف. المهم جربوها البنات، واذا جربتوا خليوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام، دوك نخلي لكم لهنا الصفحه. لهنا بعد ما درت الطبقه الثانيه تاع الكريم راح نزيد الطبقه الثانيه، راح نديرها بنفس الطريقه تاع الطبقه الاولى، يعني حنزيد ندير الطبقه الثالثه بلي بودوار. قولوا لي اذا تحبون نزيد ندير لكم تحليات يعني باذواق اخرى، خليوا لي في التعليقات باه نزيد ندير لكم. لهنا كما قلت لكم الطبقه الثالثه راح نديرها بلي بودوار هكا، ما تشربوهمش بزاف شويه برك، لانه دوك تزيدوا تحطوهم مع لا كريم هذيك راح يجيكم مشربين مليح. ولا هنا الطبقه الاخرى راح تجيبوا هكا بمغرف صغيره تعدلوها باه تجي معدوله كي ديروا الطبقه الاخرى تاع كريمه الليمون بهذه الطريقه. ان شاء الله يكون الفيديو واضح. وبما انكم وصلتوا لهنا في الفيديو البنات، ما تبخلونيش بهذيك الجام وتخليوا لي تعليقاتكم هكا باه نزيد نتحفز ندير لكم باذن الله وصفات اخرى. هنا بعد ما كملت كما راكم تشوفوا في الفيديو راح نحطهم في الكونجيلاتور الوقت اللي راح نوجد فيه الطبقه الاخرى اللي هي كريمه الليمون. نحتاج فيها 3 بيضات، وراح نضيف عليها ربع كاس سكر. تحبوا لهنا يكون لا كريم تاعكم حلوه ولا شويه. انا درت ربع كاس وجاتني عادي، يعني ما هي حامضه بزاف وما هيش حلوه بزاف. نخلط مليح هذوك العظام والسكر ونضيف عليهم كاس عصير ليمون، نحطهم على نار حتى يثقلوا بهذا الشكل. وهما سخونين نحط عليهم مغرف كبيره تاع زبده هكا باه تعطينا هذيك اللمعه. لاكريم تاعنا نخلطها مليح حتى نذوب الزبده كما راكم تشوفوا في الفيديو. تخليوها غير تبرد شويه برك باه ديروها من كطبقه اخيره هكا باه تبقى لكم بهذاك القوام، وتقدروا تحكموا فيها يعني وتعدلوها من الوجه تاع ليفيرين تاعكم. شوفوا لهنا راح تعدلوها بهذا الشكل، تعاونوا رواحكم مغرف صغيره ولا باه يجي الوجه تاعها معدول. وهذه كريمه الليمون راح تحتاجوها في هكا تحليات، ولا ديروا لي طارتولات راح تجيكم بزاف بنينه وما تجيش حامضه بزاف، يعني تحتاجوها في اي تحليه بذوق الليمون بهذا الشكل. لهنا بعد ما نكمل كامل الحبات تاعي راح نرجعهم في الكونجيلاتور شويه باه يحكموا رواحهم، ونكمل لهم التزيين.
هنا بعد ما خليتهم يبردو شوية بقات لي شوية كريم شونتي هذيك درتها في البوش وجيت لهنا باه ندير بها تزيين خفيف. نتوما تحبوا تخليوها مام هكا سامبل وتزينوها بربع قارص هكا ولا نعناع كيما تحبوا، لكم الاختيار. المهم جربوا الوصفة راح تعجبكم بزاف، تجي بزاف بنينة. انا درت لها تزيين خفيف كيما راكم تشوفوا، ديروا رزاز هكا بكريم شونتي وربع قارص هكا وكملت التزيين. وهذه هي الوصفة تاع نهار اليوم، إن شاء الله يا ربي تكون نالت إعجابكم. وصفة سهلة رمضانية راح تحتاجوها في سهراتكم في رمضان إن شاء الله. جربوها وراح نخلي لكم اللي هنا كيفاه جات من داخل. شوفوا لي الشكل تاعها يشهي، شهيتكم في الجنة إن شاء الله البنات. شوفوا الشكل تاعها كيفاه يجي من داخل، راح تجي بزاف خفيفة وتجي بزاف بنينة، سورتو الناس اللي تبغي ذوق الليمون. هذه هي الوصفة تاع نهار اليوم، تلقوا في وصفة أخرى. سلام.